أهلا بيك يا عزيزي المشاهد. معانا النهاردة لاعب جديد ينضم إلى كتيبة النادي الأهلي بنسبة 70%، وهو أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا. كانت بداية مشواره مع الأهلي ثم انتقل إلى طلائع الجيش، بعد كده راح الاتحاد، من الاتحاد للطلائع، الطلائع لحرس الحدود، ومن حرس الحدود ختم مشواره في سيراميكا كليوباترا. أحمد هاني بيلعب باك يمين، عنده 28 سنة، طوله 183 سنتي، مدافع قوي، مدافع جبار. ما عنديش بأمانة يعني ايه، حاولت ان انا ادور كتير على هو جايب كام هدف وعامل كام اسيست، يعني ما لقيتش اي موقع منزل ارقامه. يعني كل اللي انا اعرفه ان هو مسجل 3 اهداف تقريبا، عامل 7 اسيستات. دي طبعا ارقام مش باك يمين، يعني معلش احنا مش هنمشي محمد هنا عشان نجيب واحد زيه او اقل منه. وزائد ان انا معترض جدا ان هو سنه كبير، يعني 28 سنه، مش هيديك كام سنه، 3 4 سنين كمان وخلاص. وما اعتقدش ان هو هيديك كل ده، يعني هو مجرد ما يوصل لل 30 الاهلي يقعد يقول لك ده كبير وبتاع. فانا ضد الفكره دي. لاعب دفاعيا كويس جدا، بيشوط كويس، يعني حطه في الدفاع ما تقلقش منه. لكن هجوميا هو مش احسن حاجه، هو مش افضل حاجه، افضل منه يعني افضل منه بكتير يعني كمان. هو لعيب كويس، بس مثلا يعني هو بيشوط حلو على الجون لما بيروح. هتلاقي ملوش عرضيات كتير، لان هو مش من نوعية الباكات اليمين اللي بيعرض بشكل كبير، هو بيشوط اكتر من ان هو بيعرض. وبرضه نفس القصة، برضه عدد الاشواط بتاعته مش هي، بس هو عنده مشكلة كبيرة جدا 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 انا خدت بالي منها. يعني ان موقع 360 سكور يقول لك ان معدل الانذارات بتاعته انه كل ماتشين بياخد انذار. انت متخيل الرقم؟ زائد ان هو واخد طول مسيرة تاريخه اتطرد 4 مرات، واخد 50 انذار. فارقام كبيرة بالنسبة للباك يمين، يعني لا، رقم كبير جدا كمان. فانا بصراحة شايف انه لا، يعني مش ده اللي نمشي محمد انا عشان، مع احترامي الكامل والله لاعب كويس ولاعب دفاعيا قوي جدا ما شاء الله عليه. لكن انا بالنسبة لي ما بفضلش نوعية اللعيبة دي. لا، انا عايز باك يمين اديني 50 عرضية في اليوم ويعرف يدافع كويس. ده المفضل بالنسبة لي. ان انا شايف ان الباك اليمين هي دي شغلانه، ان هو يبعت عرضيات بس. فكونك ان انت يعني او تدافع بس، لا، انا دي مش بفضلها، يعني مش بفضلها خالص. او احنا مش عارف، مش فاهم ليه دايما من اللعيبه يا اما دفاعيا يكون كويس يا اما هجوميا كويس. ليه ما ينفعش يكون 50 50، دفاعيا حلو وهجوميا حلو؟ فانت ايه رأي حضرتك؟ هل انت شايف ان هو مناسب للنادي الاهلي ولا لا؟ وحط ده في اعتبار السن والارقام، وان هو مدافع اكتر من ان هو بيهاجم، وهو لعيب باك يمين حلو، يعني هو مش وحش، يعني هو كويس. لكن انا شايف ان لا، محمد انا افضل منه. من اخطاء محمد هاني اللي عملها في كاس العالم، انا بالنسبه لي محمد هاني من افضل الباكات اللي موجوده في مصر حاليا، وقبل سنه سنتين ثلاثه. حد ما بص كده في الدوري المصري مش هتلاقي حد باك يمين كويس، والله ما هتلاقي. هي الفكره في ان مفيش فعلا، مش كده حد فاز من باك يمين او باك شمال يقول كده. انت لو مثلا شايف حد في الدوري المصري، انت ممكن تكتب لي في الكومنتات ايه رايك بالنسبه لك، او انت شايف مين افضل. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه. وان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديوهات جديده، ومين افضل ومين احسن ومين اللي رايح الاهلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.